ياك الدولة زادت في الأجور ديال الأساتذة. علاش الأساتذة اليوم بالضبط دايرين الإضراب؟ غادي ننطلق لكم غير من لونتوراج ديالي، وهذا الكلام هو اللي كيتردد حاليا ما بين الآباء، حيت شافوا وليداتهم اليوم مشاو باش يقراو ورجعوا وما قراوش. هاد الهضره هذه هي اللي كتدور ما بين الآباء كاملين. منين سمعت انا هاد الهضره عرفت مزيان باللي ان الحكومه عرفت مزيان تلعب هاد اللعبه، وقلبت ستة سعود وعرفت تلعب مزيان ولعبت بواحد التكتيك مزيان، وخلات ان المعركه اللي كانت بينها وبين الاساتذه ترجع ما بينها وبين الآباء. دابا حاليا كاينين الآباء كلهم كيقولوا علاش الاساتذه مازال دايرين الاضراب رغم ان الحكومه زادت لهم في الصالير. هما في اخبارهمش باللي ان الاساتذه هاد الزياده في الصالير فما هي الا مطلب من المطالب اللي تيطالبوا بهم. الحكومه عرفت مزيان اش كدير وصبرت حتى للدقيقه 90 وزادت في الاجور ديال الاساتذه، حيت كان بامكانها انها تحل هذا المشكل من اول اضراب داروا الاساتذه، ولكن هي خلاتها حتى لواحد الوقت اللي حساس بزاف اللي قربوا فيه الامتحانات، والدوره الاولى قربت التالي عاد زادت في الصالير ديال الاساتذه. باش هنايا غادي ترد باللي ان الاساتذه هما اللي ما باغيينش يديروا خدمتهم وهما اللي ما باغيينش يقريو ولاد الشعب. فلعبت مزيان هذه الخطه وطبقتها على احسن وجه وقدرت طيح الاساتذه في التسلل. الحكومه ما كتعترفش بالتنسيقيات ديال الاساتذه حيت كتقول ما عندهمش واحد الاطار قانوني وباللي هما ماشي قانونيين، ولكن كتعترف فقط غير بالنقابات، وهاد النقابات هما راس الحربه ديال الاساتذه، ولكن ولاو لاعبين مع الحكومه. وحتى النقابات منين كيخرجوا ويصرحوا بهاد الزياده اللي دارت الحكومه وكيقولوا باللي ان هاد الزياده في الاجور كتلزم الاساتذه يرجعوا للاقسام ديالهم، ولكن ما كافياش. وهنايا كتبين باللي ان النقابات كيلعبوا ما بين وبين، تيلعبوا وتيبينوا الاساتذه باللي انهم راهم معاهم وتيلعبوا مع الحكومه. فكون فعلا النقابات مشاو مع الاساتذه فكانت غادي تحقق جميع المطالب ديالهم، ولكن النقابات تيلعبوا ما بين هنا وهنا وتيلعبوا هما غير مع الرابحه. المطلب الاساسي والمطلب الاول والاخير ديال الاساتذه وهو سحب النظام الاساسي. فالسحب ديال النظام الاساسي ما تسحبش بتاتا، وداروا له التجميد اللي ما بان حتى في شي بيان رسمي او لا بان حتى في الجريده الرسميه. وكونوا على يقين الاخوان غادي نقول لكم واحد الحاجه باللي ان هذا النظام الاساسي راه ما عمرو غادي تسحب بتاتا وما عمرو غادي تحيدوا الحكومه، حيت هذا النظام الاساسي فهو الخدمه ديال سنين وهي خدامه عليه الحكومه، ومن الحكومه هما خدامين على هذا النظام الاساسي باش يخرجوه. وهذا النظام الاساسي في حد ذاته فهو داير بحال واحد السلسله، بحال واحد السلسله كيف كنقولوا حنايا بالدارجه العامه ديالنا، فما يمكنش تحيد منه حلقه، وحتى الا بغاو يحيدوا منه شي ماده او لا شي قانون فراه ذاك القانون تيكون مرتبط بالقانون الاول. وهنايا غادي نقول لكم باللي ان هذا النظام الاساسي راه مستحيل ان الحكومه تحيده واخا يطرا اللي طرا. كانت هذه هي البلان ا ديال الحكومه وطبقاتها فعلا، وقدرت ان اللي كيبان لي انا وحسب تحليلي المتواضع انها نجحت فيها وخلات المعركه تولي ما بين الاباء وما بين الاساتذه. حيت في الاول كان واحد التعاطف ديال الاباء مع الاساتذه وتيقولوا باللي ان الدوله هما عارفين في بالهم باللي ان خاص الحكومه غير تزيد في الصالير للاساتذه، هادشي اللي كانوا كيعرفوا، ما عارفينش باللي انهم كاينين مطالب اخرين كيطالبوا بهم الاساتذه. والحكومه عرفت مزيان اش كدير وسطرت فقط على الزياده في الاجور، حيت هي اللي غادي تخلي ان الاباء يوليو يتعاطفوا مع الحكومه وما يبقاوش متعاطفين مع الاساتذه. في الاولى كنا كنشوفوا باللي ان الاباء كانوا كيديروا وقفات احتجاجيه ضد القرارات اللي خداتهم الحكومه في حق الاساتذه بداك النظام الاساسي، وقالوا باللي ان الحكومه ما زادش في الصالير الاساتذه، خصها تزيد في الصالير باش الاساتذه يرجعوا ويقريو التلامذ. حاليا الحكومه عرفت اش كدير وزادت في الصالير الاساتذه، هادشي اللي خلى ان الاباء يبقاو يهضروا ويقولوا باللي ان الاساتذه هما اللي ما بغاوش يقريو التلاميذ. وحسب بعض الاخبار اللي كتدور الاخوان حاليا فكيقولوا باللي ان الحكومه الا ما نجحتش هذه الخطه اللي دارت فغادي توجهوا للخطه بي اللي كتقول باللي انه غادي يشبكوا الاعتقالات وغادي يشبك الطرد ديال الاساتذه الا ما التحقوش بالاقسام ديالهم. وهذه في حد ذاتها فهي الخطه الثانيه اللي الحكومه كتفكر ديرها. هذا الشيء حسب بعض الاخبار اللي خارجه، غير هي ما كايناش شي حاجه رسميه، ولكن من المنطق راه هذا الشيء اللي غادي يطرا، حيت الحكومه تقول لهم باللي ان زدتكم في الصالير ولكن نتوما ما بغيتوش ترجعوا تقراو، فغادي نطبقوا معكم هذا البلان هذا باش ترجعوا تقريو الوليدات. وهنايا فين غادي يوليو الاحتجاجات ضد الناس اللي معتقله وضد الناس اللي طردت، وما غاديش يبقاو الاساتذه يفكروا في هذاك النظام الاساسي اللي جا، وما غاديش يفكروا في حاجه اخرى من غير انهم يناضلوا من اجل الاخوان ديالهم اللي تعتقلوا او الاخوان ديالهم اللي تم
الطرد ديالهم. من بعد الحكومه ما قررت زياده في الصالير للاساتذه، فبزاف ديال التعليقات اللي بانوا وبينوا باللي ان المواطنين كلهم ولاو ضد الفكره ديال الاضراب ديال الاساتذه، وتيقولوا باللي ان خص الاساتذه يرجعوا يقريو الوليدات. قيلوا معايا الاخوان باللي ان هاد الاساتذه فهما تيناضلوا على بعض الحقوق ديالهم اللي مهضومه، وان اي استاذ كيدخل لواحد القسم وهذاك القسم تيكون فيه الاكتظاظ وهو عنده بزاف ديال السوايع ديال الخدمه وداخل عندك القسم، فما غاديش يشرح مزيان لهاد التلاميذ. زياده على هذا الشيء تيكون صداع في القسم، وهادو حتى هما من ضمن المطالب ديال الاساتذه انهم يقلصوا في السوايع ديال الخدمه، وايضا حتى ينقصوا من العدد ديال التلاميذ. وهذا الشيء صراحه فهو في صالح التلميذ، حيت التلميذ لا دخل ولقى بان القسم فيه غير شويه وبان الاستاذ مرتاح ومصولاجي مزيان، فراه غادي يشرح ليه وغادي يولي يفهم داك التلميذ مزيان. دابا حاليا الدوره الاولى بقى لها يلاه واحد الشهر وتسالي، ولكن التلاميذ ما قراو والو، ما دوزو حتى شي امتحانات، ومازال ما خرج شي بلاغ او لا خرج شي قرار من الحكومه شنو هما التدابير اللي غادي دير. في حين كنلقاو انها كتقول باللي انهم خصهم يديروا دعم لدوك التلاميذ، ولكن هاد الدعم اللي غادي نديرو حنايا لهاد التلاميذ فاش غادي نديروا لهم هاد الدعم وهما مازال ما قراو والو؟ ففعلا كاين بزاف ديال التناقضات في بعض القرارات العشوائيه اللي كتاخذهم الحكومه، اللي مازال ما بينتش على نيه الاصلاح ديال التعليم. وكتبقى دوك الخطابات الشعبويه ديالها ودوك الخطابات الشفهيه اللي ما كيفيدوا حتى بشي حاجه، فهما اللي كتبقى تخرج بهم كل مره، وباللي ان الزياده في الصالير فهي تاريخيه، وباللي ان هذه الزياده كتسمح للاساتذه باش يرجعوا للاقسام ديالهم. ولكن شي حاجه اللي كتكون معقوله وفي صالح التلميذ راه مازال لحد الان ما شفناهاش. في حين كنلقاو باللي ان الاساتذه حتى هما مازالين متعلقين ومازالين متشبتين بدوك القرارات ودوك المطالب ديالهم. وهذا الشيء الاخوان تيبقى الضحيه ديالو كما قلت في فيديوهات اخرين الاولين اللي كنت درت، وغادي نعاود نقولها مره اخرى. فالضحيه الاولى والاخيره فهو تلميذ. حين كنلقاو باللي ان حتى الاباء فعلا فهما ناعسين من هذه الناحيه، ولكن اللي كيبان لي وحسب التحليل ديالي فالحكومه عارفه اش كدير، حيت شافت باللي ان الامور غادي تزيد تزير. فالحكومه عارفه باللي ان المواطنين مزيرين، فناضت ودارت دوك الدفعات ديال التيسير باش هنايا جميع الاباء اللي تنهضر عليهم وكنهضر في لونتوراج ديالي فيسكتوا وما يعاودوش يهضروا او لا يديروا شي حركه، حيت عارفين نقطه الضعف ديال المواطن فهي الفلوس. عطاوهم ديك الفلوس، وهنايا في ديك الوقيته كان كلشي ضرب الطم وما بقى والو. هاد الشيء هذا هما بعض الخطط والتلاعبات اللي كديرهم الحكومه باش تسكت هاد الناس اللي ما يهضروش على الحقوق ديال ولادهم. ففعلا فالوضع راه كارثي وما كيبشرش كاع بتاتا بالخير، حيت كيبان باللي ان هاد العام راه مشى ما بقى فيه والو. بقات فيه الدوره الثانيه، الدوره الاولى ما قراو فيها والو، وحنا عارفين باللي ان الدوره الاولى والدوره الثانيه فهما مرتبطين. فكيفاش هاد التلاميذ غادي يدوزوا الوطني او لا كيفاش يدوزوا الجهوي او لا الاقليم؟ فكاين فعلا مشكل ومشكل كبير اللي خاص صراحه يكون شي تدخل عاجل من صاحب الجلاله نصره الله باش يتحل هذا المشكل، حيت راه اللي ضايع راه هو ولد الفقير وولد الشعب. اما اولاد المسؤولين او اولاد البرلمانيين فراهم كيقراو، فراهم ما عارفينش باللي كاينه شي حاجه سميتها الاضراب او لا شي حاجه سميتها مشكل ما بين الاساتذه والحكومه. هما كيعرفوا غير يمشيو يقراو ويرجعوا لديورهم، ولكن هاد ولاد الشعب صراحه راهم ضايعين. اصلا المستوى راه متدني وغادي يزيد يتدنى. فتصور معايا ان فوسط الحصص الدراسيه الاستاذ كيسول التلميذ فما تيقدرش انه يبقى يكابطي معاه ويجاوبه، عاد زيد عليه انه ما قرا والو. فكنشوف باللي ان هذا راه مشكل ومشكل كبير اللي الحل ديالو غادي يجي الا يكون بتسويه اللي تكون معقوله وتكون عقلانيه في هذا التسيير ديال هذا القطاع، حيت هذا القطاع صراحه راه هو كان مكفس وزاد تكفس. كنتمناو ان الامور تحل وما يضيعوش ولاد الشعب، حيت هما اللي كيبقاو الحلقه الاضعف في هذا الشيء اللي كاين كامل. كنتمنى نكون وصلت لكم الرساله ديالي، وما تنساوش الا جا قدامك هذا الفيديو دير معك واحد الابوني للقناه الا كان كيعجبك هذا المحتوى هذا، وخلي معك واحد التعليق، خليو لي الاراء ديالكم ايضا في التعاليق، ونشوفكم فيديو جديد. مع السلامه.